إن الله تعالى يحب الذي يحبه، بل كلما كانت محبة العبد لله أقوى كانت محبة الله لهذا العبد أكمل وأتم. فإذا أحبك فمما تخاف؟ لن يعذبك طبعا، لن يعاقبك. انظر الأسود الضارية التي لا ترحم، انظروا ماذا تفعل إذا أحبت أحدا. تابعونا. يا الله يا الله يا الله. كم؟ إذا اقترب هذا من الأسود فماذا سيفعلون به؟ هذا اسمه كذن، عاش فترة يطعم الأسود ويحسن إليهم. إذا أحسوا بقربه فإنهم يعبرون عن فرحهم بإصدار أصوات خاصة فقط للترحيب به. ويداعبونه كأنه طفلهم الوحيد ويتمسحون به، وهو أيضا يبادلهم نفس المودة. مع أن الأسود في البرية قد تكون جائعة أحيانا، ولكنها لا تنسى محبتها له. مزاحهم ثقيل بعض الشيء، إلا أنهم أسود في النهاية. بينهم وبينه حنان ومودة عجيبة، وهم صادقون في حبهم له. الأسود ليس هذا من طبعها. حتى مدربي الأسود الذين يتعاملون معها في السيرك وغيره يكونون حذرين منها ومن على بعد أيضا. أما هنا لأنهم أحبوه فالأمر مختلف تماما.